مرحبا بكم أخبار يومية، مصدركم لكل جديد. تابعونا. النيران الخضر ضربات من جديد في واحد الطريق تجارية اللي كتربط ما بين الدول الإفريقية وكتحمل الأمل لآلاف الناس. تحولت في ثواني المسرح ديال جريمة خطيرة. 6 شاحنات مغربية لقات راسها وسط النيران الخضر في دولة مالي. ولكن السؤال الكبير هو شكون وراء هذا الهجوم وشكون المستفيد الحقيقي؟ اليوم قافلة تجارية مغربية كانت في طريقها نحو العاصمة المالية باماكو، محملة بالمواد الغذائية والمؤن، سلع، أدوية وما إلى ذلك. كان الهدف منها هو تخفيف المعاناة ديال الساكنة. في لحظة كل شيء تبدل، كمين مسلح، إطلاق نار كثيف وحالة من الرعب وسط السائقين. وفي لحظات ولات الشاحنات كتشتعل فيها العافية، وتم تسجيل احتراق 6 شاحنات بشكل كامل بكل ما فيها من حمولة. هذا الهجوم ماشي غير حادث عابر، بل كيحمل رسائل خطيرة وكيبان أنه استهداف مباشر لشرايين الإمداد التجاري المغربي نحو إفريقيا. الوضع في مالي أصلا متوتر وكاين تصعيد خطير، وهذا النوع من الهجمات كيزيد يعقد الأزمة الاقتصادية وحتى الإنسانية، خصوصا في مدينة بحال باماكو اللي كتعتمد على بحال هاد الإمدادات. اللي وقع اليوم ماشي غير خسارة مادية، بل رسالة خطيرة كتستهدف الاستقرار والتعاون ما بين الدول الإفريقية. السلامة ديال السائقين خاصها تكون أولوية، وهاد الحوادث كتخلينا نوقفوا ونتسائلوا بجدية على المستقبل ديال هاد الطرق التجارية. خليو آراءكم في التعاليق، النقاش راه مفتوح للجميع، وما تنسوش تابعونا على أخبار يومية.